تحياتي للجميع. ماركو اسينسيو النهارده طلع كلام كتير جدا في الصحافة المدريدية بيؤكد ان اللاعب سيرحل عن ريال مدريد، وان خلاص المفاوضات بينه وبين النادي وصلت لطريق مسدود، وانه عقده هينتهي، وبالتالي اسينسيو هيمشي من ريال مدريد في يونيو 2023. اسينسيو كان نفسه يلعب في برشلونة، لكن خوان لابورتا رفض انه يعادي فلورنتينو بريز حتى لو اللاعب مشي بالمجان من ريال. بس طبعا اكيد فلورنتينو بريز وجمهور ريال مش هيبقى حابب انه يروح برشلونة، وهو اصلا في يوليو هيجتمع مع فلورنتينو بريز في امريكا علشان خاطر يناقشوا ايه اخر تطورات قضية السوبر ليج. فمش من مصلحته حاليا ان اللاعب ينتقل لبرشلونة حتى لو كانت الصفقة متبصية وجاهزة اوي لبرشلونة. اسينسيو مش هيخسر تاريخه عشان ينتقل لاتلتيكو مدريد. فهو عنده اكتر من عرض في الدوري الايطالي، في اكتر من فريق مهتم بيه: يوفنتوس، ميلان، انتر، نابولي. الاربع فرق مهتمين بيه بشكل كبير جدا. في الدوري الانجليزي نيوكاسل، ارسنال، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام، استون فيلا. كل الفرق دي مهتمة بالتعاقد مع اسينسيو، فعشان كده اسينسيو هيقعد دلوقتي ويركز ويشوف هيعمل ايه. ممكن باريس سان جيرمان في حال رحيل ليونيل ميسي يفكر في بيع، شراء اسينسيو برضو عايز يدرس الخطوة الجاية. اكيد لو مشي من ريال مدريد اكيد هيبقى حابب يختار عرض مالي ضخم، وفي نفس الوقت فريق يلعب في دوري ابطال اوروبا ويضمن له الصحف في ال3 سنين المقبله. اسينسيو السنه دي عمل موسم كبير جدا وقدم اداء رائع، وكان المفترض انه يجدد عقده، لكن واضح ان فلورنتينو بيريز مش حابب يجدد عقد اسينسيو براتب فلكي عشان تتكرر رحيل اكثر من لاعب مهم في مسيرة الريال زي اوزيل، زي دي ماريا. وهو اسينسيو واحد من اللعيبة اللي بنسبة كبيرة سيرحل عن ريال مدريد الا اذا حصل تنازل من خورخي مينديز واللاعب في الفترة المقبلة من اجل البقاء مع ريال مدريد.